هل ممكن تشتغل اي تي من غير ما تكون بتتكلم انجليزي كويس؟ تعال اقول لك على الحقيقه. تو بي اونست الانجليزي مهم بس مش دايما بيمنع. في شغلانات في الاي تي كده خصوصا الدعم الفني او الاون سايت سبورت زي واحد بيعمل صيانه على اجهزه والكلام دوت، ده مش محتاج يكلم حد كتير، فبيكون التواصل في الخفيف، ما بيكونش ادفانس قوي في الانجليش يعني. في بقى مشاريع فريلانس اللي هي بتبقى اونلاين، ان انت اصلا مش محتاج تتكلم في التليفون كتير، بيبقى كله عباره عن كتابه. بقى افاجئك واقول لك حاجه، ان في شركات كتير جدا جوه امريكا عايزه المهارات، ما بيفرقش معاهم اللغه. انا شفت شركه بعيني، كنت جوه زياره لقيتها كلها صينيين ويابانيين، هم قاعدين عاملين زي المكن، بيبدلوا ماذر بورد، بيبدلوا سكرين، بيبدلوا شاسي، بيعملوا كل حاجه تخص الاي تي، لكن بيتكلموا مع بعض، في كوميونيكيشن بينهم، بس ما بيتكلموش انجليزي اصلا. او خليني اقول لك الانجليزي بتاعهم ضعيف جدا. الناس دي بقى بتكون بتفهم في السيستم، في النتورك، بتفهم في السكيورتي، والناس دي بتبقى قويه جدا في الحاجات ديت وما بيتكلموش انجليزي كويس. تقدر تخش بخبرتك مش باللانجوج بس طبعا اكيد عندهم بيزكس لانجوج، عندهم حاجات بسيطه يقدروا يعبروا بيها عن اللي هم عايزينه، او حلوا المشكله ازاي، او حتى متدربين ازاي يعملوا ريبورتات. اول حاجه ان انت تبتدي تحسن نفسك لو الانجليش بتاعك مش احسن حاجه. مش لازم تبقى هيركليز فظيع في الانجليش وان انت عايز الاكسنت الامريكان. Don't worry about all of that. No one care about the accent. مفيش حد في امريكا care about the accent غير الكوميونتي بتاعتنا، العرب اللي زينا بيحبوا يشكلوا على بعض. بس كده. اهم حاجه توصل المعلومه وتفهم اللي بيكلمك، دي اهم حاجه في قصتك في شغله الاي تي. لك بقى السكرت هنا في تاني نصيحه، ان انت تتعلم المصطلحات الفوكابلري بتاعه الشغله اللي انت داخل عليها. في النهايه يا عزيزي عايز اقول لك تاني مره، اللغه عمرها ما كانت عائق، اللغه فقط اضافه ان انت ممكن تفتح بيها ابواب تانية. ابدأ من مكانك، اشتغل على نفسك، خد خطوة حتى لو بسيطة قد كده، البسيط ده هو اللي هيجيب الحاجات الكبيرة. لو الفيديو فادك اعمل لايك وشير، وابعت الفيديو لحد بيواجه نفس المشكلة. سلام واشوفكم في فيديو تاني.